السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم إخواني الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناة الهاوي. في هذا الفيديو سوف نشاهد دجاجة تحتها بيض، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، وهذه دجاجة أخرى غير الدجاجة التي صورناها في الفيديو السابق بعد أن تبين لنا أنها تريد الركود على البيض. وهناك علامات ودلائل كثيرة، ولكن من هذه الدلائل أننا وجدنا أن هذه الدجاجة لا تريد الخروج من البياضة أو من البيت الذي يوجد به البيض. وحتى عندما ندخل يدنا إلى البيض ونمسك البيض لا تخرج هذه الدجاجة من المكان وتريد الاستمرار بالركود على البيض. وهذا من الدلائل التي تؤكد لنا أن الدجاجة تريد الركود على البيض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. سوف نضع تحت هذه الدجاجة إن شاء الله من 9 إلى 10 بيضات، لأنها المرة الأولى التي تبدأ به الركود، فهي في عمر تقريبا 6 أشهر أو 6 أشهر ونصف. كما تشاهدون أحبتي في الله، أنا أمسك البيض وألعب به وهي راقدة على البيض لا تريد الخروج من البيض، حتى أن هناك بعض الدجاجات الأخرى تريد الوصول إلى المكان، لكن في نفس الوقت هذه الدجاجة تصبح عدوانية وتهاجم باقي الدجاجات التي تصل إليها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كما تشاهدون هادئة جدا، على ما يبدو أن هذه البيضة يوجد بها كسر، فلا داعي لأن نترك هذه البيضة تأخذ مكان تحت الدجاجة، لأنها سوف تصبح فاسدة. لهذا السبب سوف نقوم بإخراج هذه البيضة ونأكلها لأن البيضة جديدة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.